الإخوان السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سالجو في قصة جديدة. المهم الإخوان، قبل ما نبدا القصة، الأخ ميميرو اللي هو غني عن التعريف صراحة هو على أبواب باش يوصل ل100,000 مشترك. 100K تقريبا، عنده شي 95,000 مشترك وما بقاش ليه بزاف باش يوصل ل100K. فما كراش الإخوان دخلوا عنده، يعني اللي ما مابونيش عنده يدخل يتابونا عنده. داك السيد واعر بزاف، قصص ديالو واعره، وراكم عارفين الإخوان بلا ما نحتاج نهضر لكم على ميمير. فما كراش الإخوان تفرحوا، وبغينا إن شاء الله يوصل ل100K في أقرب وقت. فاللي ما مابونيش عنده او اللي كيعرف شي واحد فهمتي من العائله ديالو او من اي بلاصه، في بارطاج القناه ديالو باش ان شاء الله نكونوا سبب باش يوصل ل100K في هاد الايام. فما كرهناش الاخوان تفرحوا. ونخلي لكم الرابط ديال القناه ديالو في الديسكريبسيون وفي اول تعليق، وكنتمنى تدخلوا عنده الاخوان. وشكرا بزاف. القصه ديال اليوم الاخوان شي حاجه اللي سبيسيال من الكتابة ديال المامون صاد اللي كنوجه ليه التحية من هذا المنبر. المهم الإخوان، قصة واعرة بزاف، يعني قصة هاربة ديال بصح. تقريبا تقدر تكون أحسن قصة ديال الرعب غادي نحط في هذه القناة. المهم الإخوان، ما تساوش تخليو لايك سبسكرايب للقناة وتكثروا من التعليق. وكيف ما ديما غادي نخلي لكم الرابط ديال الأخ ياسين المامون في الديسكريبسيون. بغيتكم تدخلوا عنده الانستغرام حيت كيحط قصص تماك مكتوبة، يعني على شكل بوستات، وعنده قناة في اليوتيوب كيروي فيها القصص. صراحة القصص ديالو هربانين ديال بصح. غادي نخلي لكم الرابط ديالو حتى هو في الديسكريبسيون، وكنتمنى تزوروها الإخوان. وصافي بلا ما نطول عليكم نخليكم مع القصة. شتو شي كوان هو هداك، ديروا الكيت وعيشوا مع الاسبوار. ويلا مشينا. تقدر تكون هذه أحسن قصة رعب كتسمع ليها في حياتك، كيف ما تقدر تكون أفشل وحدة. المهم اسمع وركز مع الكلمات اللي كتنطق، حيت تقدر تندم من بعد. نبداو. انطق الطبيب النفسي وقال: أنا هنا باش نعاونك، ما عندك مناش تخاف ولا تحشم. عاود ليا كل شيء وغير بشوية عليك. انطق المامون وقال: واخا دكتور، ولكن راه ما عرفتش منين نبدا. داكشي اللي عاقل عليه كامل مضبب في دماغي. ماشي مشكل، عاود ليا من اول حاجة عاقل عليها، وغادي تبدا تفكر شوية بشوية. هادشي اللي واقع ليك كيتسمى باضطراب ما بعد الصدمة. هانت شوف، رجع السين اللور وعاود ليا كلشي من الاول. واخا دكتور، من الاول. داك النهار هو اللي باقي عاقل عليه مزيان، حيت كانوا غادي يلوحوا لينا شكون اللي تختار في التعليم. بقيت النهار كامل وانا مستريسي، بحال غادي نتيري بشي بيلانتي في الفينال ديال كاس العالم. احلامي واخا كانت شي حاجه اللي قليله، كانت تقدر تولي بصح الا جبت اللورد وطلعت السميه ديالي في ديك الليسته. بغيت غير ديك الخلصه باش نعاون الوالده ديالي اللي ما بقى في الجهد ديالها ما يتزاد. من نهار مات الوالد مسكين، وهي من دار لدار تخدم عند اللي يسوى واللي ما يسواش، غير باش نكمل داك العام ونص اللي كان باقي ليا في لافاك وناخد ليسونس. داك النهار كامل والوالده في كل دقيقه كتصوني عليا، كنقول ليها بلي باقي ما كاين والو. كنت خيل شنو غادي يوقع الا ما صدقش هاد البلان. صراحه مشاكل. داك السيد كان مريض، وزيد عليها هاد الكونيكسيون ديال الحلزونه. فكراتني في الايامات فاش كنا كنبغيو نلوحو شي تصويره وكتبقى تطلع سطر بسطر. هادشي ما يعرفوش هاد ولاد الالفين. المهم وصلات ديك الربعه ديال العشيه، وهو يصوني ليا صاحبي ايوب، وكان ناشط، وعرفت بلي خدم ليه السيس
وشي اخبار مزيانه هادي جايه في الطريق، ولكن ديما كيبقى داك الشك، وخاصك ما تثق بحتى حاجه حتى تقرا السطر الاخير من ديك اللعيبه. عرفتي غير قال ديك مبروك راك تقبلتي، انا ما شعرتش حتى بديت كنجري ونغوت كالمسطي. يقدر يبان لك كنزيد فيها دكتور، ولكن فاش تكون بحال شي دبانه عايشه في بطانه واللي جا كيمسح في الوالده ديالك رجليه، غادي تفهمني ديك الساعه. باقي كنتخيل فاش جات الوالده ديالي للدار وساقت الاخبار، شي حاجه اللي صعيب نوصفها لك دكتور، ولكن ما عمرني كنت كنتخيل بلي هاد الفرحه كامله غادي تقلب علينا. ما عرفتش واش الله مكتب عليا ديما الهم والغم، ولكن ما عرفت وما علينا. كان خاصني نوجد راسي ونجمع حوايجي اشنو غادي ندي معايا، حيت نهار اثنين غادي نبداو واحد التكوين في السونتر. كانت فيه تقريبا شي سيمانه، ومن بعد نيشان غادي نمشيو للخدمه، داكشي ديال الكوكوت، ولكن كلشي يدبر على راسو. المهم هو لقينا منين نصورو طرف ديال الخبز، ماشي انا اللي غادي نحل المشاكل ديال الدوله اللي على قدها. داز ديك السيمانه ديال التكوين بالخف، وفيها عرفت باللي لاحوني لواحد المدرسه كانت مسدوده هادي 10 سنين، واحد البلاصه موطره وسميتها المهابيل. قلت هانيه نصبروا شويه، وحتى واحد ما كيلقاها سهل من الاول. كنت ديما كنسمع القصص ديال الاساتذه اللي كيخدموا في الجبال وديك المعاناه، وكنقول عادي، المهم الواحد كيجيبها بدراعو. هزيت حوايجي، والصراحه ما كانوش شي حوايج، غير واحد السويك اللي صغير وواحد الفراش كيتطواو ومانطا، وقلت حتى نمشي لتماك وندبر الا احتاجيت في شي حاجه. ما عنديش مع قوه الروينه وديك هز حط والرحيل. بخلاصه خديت الطريق باش نبدا المغامره ديالي في التعليم. وصلت لدوار المهابيل مع ديك جوايه العاصر، وغير حطاتني الطاكسي، وكيف ما وصوني باش غير نوصل نسول على شيخ القبيله واللي سميتو حدو، وهو اللي غادي يوريني المدرسه وفين غادي نجلس، حيت المدرسه كانت غير فرعيه وصغيره والمدير ما كيجيش ليها بمره. سولت اول دري تلاقيت بيه على حدو، وقال لي خليك هنا انا غادي نعيط ليه، راه غير قريب. وهو يضربها بجريه. شويه كيبان لي واحد الراجل كبير شويه جاي مع داك الولد، سلم عليا وقال لي بلي هو راه حدو، وشرح لي بلي غادي نمشي نبات عنده في الدار هاد الليله، وغدا غادي يوريني المدرسه اللي حداها كاينه واحد البيت وهو فين غادي نجلس. خاص داكشي يتنقى شويه عاد باش نقدر نبدا الخدمه ديالي. مشيت معاه وكان كيرحب بيا كل شويه، جلسنا كنشربوا اتاي، وبقى كيعاود لي بلي الدراري ديال القبيله ما كانوش كيقراو، وباللي حتى استاذ ما كان كيبغي يجي لعندهم من بعد داك المشكل اللي طرا لاخر واحد كان هنايا. انا ديك الهضره جابت لي الفضول وانا نسولو، وقلت ليه على فين هو داك الاستاذ. وهنا اللون ديال الشيخ حدو تبدل، وبحال تلفات لي الهضره بزز باش جمع الجمله، وقال لي والله ما عرفناه واش تسطا ولا مالو. بقى ساكت وهو يكمل وقال كنا جالسين واحد الليله حتى سمعنا الغوات وخرجنا ولقينا الاستاذ كيجري عريان، وكان هاز موس في يديه كيضرب في اللحم ديالو كيقول والله لا ديتوني واخا نعرف اليوم نحر راسي. صراحه واحد المنظر ولدي عمرني نقدر ننساه. الشيخ حدو كمل الهضره ديالو وقال فاش رجال القبيله شافوا ديك الحاله تحاموا عليه وبزز باش حكموه، ودينا للسبيطار ديال المدينه وعيطنا للعائله ديالو، ومن تماك ما بقينا سمعنا عليه حتى شي حاجه. ومن نهارها ما بقى حتى شي استاذ عاود تاني جا لعندنا لهنا حتى جيتي نتايا. وكاين اللي كيقول ضربو شي جن، وكاين اللي كيقول حماق. المهم من نهارها ما حلينا ديك المدرسه ولا البيت اللي كان ساكن فيه. هنا عرفت راسي باللي بيدقوني وعطوني هاد البلاصه اللي ما عمر شي حد قدر يقرب ليها، ولكن الغالب الله وانا غير استاذ صغير
وما عند الميت ما يدير قدام غسالو. داز الوقت وانا غير ساكت وكنفكر في هادشي اللي سمعت، وكنحاول نلقى شي تفسير اللي يقدر يكون واقعي. تحط العشاء وكليت داكشي اللي قسم الله، وانا الناس في دقة حيت كنت عيان بالجهد من بعد نهار كامل ديال التسخسيخ. الغد لي من بعد ما فطرنا مجموعين مشينا للمدرسة ومعنا شي ناس، وحل الشيخ ديال القبيلة حدو الباب وعطاني السارود ديال البيت حيت هو اللي سد كلشي من بعد داكشي اللي وقع للأستاذ القديم. اتفقنا بلي هما غادي يتكلفوا ويقادوا القسم، وانا وواحد الولد غادي نتكلفوا بداك البيت اللي غادي نجلس فيه. حليت ديك الخبوته، يمكن هذا احسن مصطلح يقدر يعبر على الحاله اللي كان عليها داك البيت. داكشي كامل مغبر ومرون، وشي كتوبه مليوحين في الارض، والحيوط عامره بشي كتبان لي في شكال. ولكن الصراحه والله ما تسوقت في ديك اللحظه اولا شنو اللي يقدر يكون داكشي. خديت واحد الكرتونه وجمعت داكشي فيه ديال الكتوبه كاملين، واللي بزاف فيهم كانوا ديال الدين، وما عندي الصراحه مع هاد النوع بمره. قلت نخليهم الى احتاجيت نشعل فيهم العافيه شي نهار، المهم ما يضيعوش فابور. دوزنا نهار ديال تماره، ووقفنا غير وقت الظهر باش كلينا وصلينا. ولكن اللي عجبني في هاد الناس انهم ما كيتسناو حتى شي واحد يجي قاد ليهم شي حاجه، وكيصلحوا داكشي ديالهم بيديهم. مع الاخر ديال النهار كلشي كان تقاد، واتفقت مع الشيخ باللي غادي نبدا من غدا باش تكون في خبار الدراري اللي مقيدين. كنت داخل سخون وباغي غير يمتى نبدا. بالليل كليت شي بركه كان صيفطها لي حدو مع شي دراري، بغيت غير الناس وكنت حاس براسي مهلوك، ولكن دماغي خدام وكيفكر في 60 حاجه في دقه، الخدمه والوالده واختي وداكشي اللي سمعت من عند الفقيه. المهم الروينه ديال الافكار وماشي بترتيب محدد. كنت عيان ديال بصح، ولكن دماغي ما باغيش ناس، وبقوة داك الملل ما قال لي راسي والله نال باباه راس، غير ما نوض نشوف داك الكتوبه اللي في داك الكرتونه ونبقشش فيهم واحد شويه، ياك ما نجيب بهم الناس. غدا خاوي وهاني على فقس معطل. بديت مركز في الاول غير في الزواق والعناوين، ووصلت لواحد الكتاب اللي كان بان لي قديم والوراق ديالو في شكال، وكان العنوان ديالو شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف. بديت كنقلب فيه ولقيت وسط منه بزاف ديال الوراق مكتوبين بخط اليد، ورجعت للفهرس ولقيته مقسم لبزاف ديال الابواب، شي حوايج كنت غير كنسمع بهم في الخبير ديال بنادم، كيفاش تسخر الجن باش يحقق لك اللي بغيتي، وكيفاش تشافي شي امراض بالسحر، الزواج بجنيه، وداكشي كله عامر سحر وشعوذه. ما فهمتش شنو كيدير هاد الكتاب عند الاستاذ اللي كان قبل مني، وفي نفس اللحظه تفكرت شنو كان عاود لي الشيخ حدو، ودماغي حاول يربط الاحداث بطبيعتي. ما كان امنش بهادشي ديال السحر، وبليت قدرت تدخل مع الجن في بحال هادشي، ولكن واخا هكاك ما كندخلش هادشي لراسي، وحسيت بنفسي مزيره شويه. حطيت داك العجب ومشيت كنقلب في كتب اخرين، ولكن دماغي كيفكر غير في داكشي اللي شفت في الكتاب، والعنوان ديالو كيتعاود في دماغي، شمس المعارف الكبرى. حاولت ما نعمرش راسي بداك الخشلاع والتخربيق، ودوزت تقريبا شهر ديال تماره مع دوك الوليدات مساكن ما كيعرفوا لا اليف من الزرواطه، ولكن هانيه انا معاهم واللي عليا غادي نديرو. كنحس براسي بصح كندير خدمتي مني كنشوفهم كيتعلموا شي حاجه، وحتى من الناس ديال الدوار الله يعمرها دار عاونوني بزاف ديك الايامات، وما كنت محتاج لحتى شي حاجه. جربت واحد العشيه جديده بلا انترنت، وديك الروينات الفيسبوك والانستغرام ويوتيوب، وحتى من الزيرو كان معدوم، وخصك تضرب
طوالة باش تطلع لواحد الجبل، ياك ما تشد لك شي شريطة. كنت مرارا كنطلع نهضر مع الوالدة واختي الصغيرة واللي في الصراحة توحشتهم بالجهد. وقبل ما نجي كانوا علمونا المسؤولين ديال النيابة باللي من بعد شهر خصنا نرجعوا ندفعوا شي وريقات باش يقادوا لنا الامور ويبدا يدوز لنا الصالير ديالنا. وقلت مع راسي هذه فرصة باش نشوف الوالدة واختي. كاينة كرفيسة باش تلقى المركوب ولكن هانية، وبطبعي انسان ما كيتشكاش بزاف. وصلت وقضيت الغرض ديالي هو الاول، وديك الساعة دزت لدارنا جلست مع الوالدة شوية ومن بعد خديت التليفون. واه شحال بيني وبين هاد العجب. من بعد تبقشيت في الفيسبوك والانستغرام، دزت اليوتيوب وهو يطيح لي في بالي داك الكتاب. بقيت كنتفرج وفيديو كياخدني الفيديو اخر وداك الشي كيصدم. الكونيكسيون كامله اللي عبات كانت سالات ليا في داك الشي وانا نمشي نشارجي عاود تاني بحكم ديك الوقيته ما كاين لا ويفي لا والو، يعني صعيب تدخل الويفي. بقيت كنقلب على اي معلومه عليه ووصلت ل5 ديال الليل وانا جامد في بلاصتي. استغفرت الله وقلت نمشي نتوضا نصلي والناس كان والو. ودماغي ما كراش دابا كون كان داك الكتاب قريب منه نقرا غير شنو فيه. واخا ما كنتيقش بهادشي ولكن عزيز عليا هاد البلانات. واخا الخلعه الادرينالين كان طالع كيجري. المهم غير رجعت للدوار ديال المهابيل. اول حاجه غادي ندير هي مشيت كنقلب على داك الكتاب وعول هاد الليله غادي نخلقها به. كان هذا اكبر خطا درت في حياتي وما كراش كون غير عمرني دفعت لهاد التعليم ولا حطيت رجلي في ديك البلاصه كاع اولا لقيت داك الكتاب، حيت داكشي اللي وقع ليا ما عمرني كنت كنتخيلو غادي يوقع ولو في اكفس كون موازي نقدر نكون عايش فيه. وصلت وخديت داك الكتاب وجبت ورقه والسيلو وفرشت كلشي فوق واحد الطابله بحال غادي نوجد لشي كونكور. بديت كنحاول نقرا شنو مكتوب ولكن ما فهمت حتى حاجه في داك الخط. كنفهم كلمه وكنتهجى الثانيه وما كنعرف نقرا حتى الثالثه. العناوين بوحدها اللي كانت مفهومه. كنحاول شي مرات نكمل غير من راسي ولكن ما كاينش اللوجيك. وكنت نفرز غير الكلمه ديال الله والاسماء الحسنى وصلى الله عليه وسلم اللي كانت كتكتب بواحد الطريقه مبدله وسهله تقراها. فاش كنشوف هادشي كنقول مع راسي هذا ما يمكنش يكون كتاب ديال السحر اولا تسخير الجان، وغادي يكون غير شي كتاب ديال الدين. غير هو كانوا فيه بزاف ديال السميات ديال الجنون والعفاريت، ولاحظت باللي فيه بزاف ديال الرسومات يد ووريه مربعات وفيه شي رموز وسميات ديال الحيوانات يا جنون او ارقام. داكشي بحال الشكل ديال الحجابات وباقي عاقله لواحد الفقره. بقيت كنعاودها بزاف باش نعرف نقراها ونفهمها حتى لدرجه حفظتها وعمرني قدرت ننساها كاع. فاش خديت داك الكتاب بديت كنقرا فيه حسيت بواحد الضيق في صدري ولكن ما سخيتش. كنت باغي نفهم هاد الروينه ونتاكد من داكشي اللي سمعت وقريت عليه واش بصح ولا غير كذوب اولا بنادم باغي غير يجمع المشاهدات والاعجابات. ما حسيتش بالوقت حتى كنطلع على التليفون وكنلقى 4 ديال الصباح وانا خدام مع 8. خليت كلشي فوق الطابله ومشيت لبلاصتي ونعست نعسه وحده حتى كنسمع الدقان في الباب. فقت كنلقى راسي معلق الكتاب وما فهمت حتى لعبه. شفت الوقت في البورطابل ولقيته 8:15. تعطلت ولقيت التلاميذ كيدقوا عليا. وقفت حليت ليهم القسم ورجعت نبدل حوايجي. ما فهمتش علاش فقت ولقيت الكتاب عندي وانا كنت مخليه فوق الطابله. كان شويه ديال الوساوس ولكن قلت نقدر نكون انا اللي ضرباتني الفيقه وخديته من الطابله بلا ما نعقل. دوز داك الصباح غير بزز ولكن الحمد لله كان عندي غير الصباح وغير ساليت مشيت كليت شي حاجه بالزربه وانا نتلاح لبلاصتي. غمضت عيني في البلاصه
على حساب الاحساس ديالي بالوقت. داز غير شويه وحتى كنفيق على الصوت ديال الدقان في الباب. كنشوف شحال في الساعه كنلقاها 8:04 ديال الصباح وما فهمت والو. يلا غمضت ويمكن ما داز حتى 2 ديال الدقائق، كانت 12:30 ودابا كنلقاها 8:04. واش هاد التليفون حماق ولا ما محققش ولا شنو وقع لي؟ وقفت حليت الباب ولقيتهم التلاميذ وبقيت غير مصدوم وغير كنشوف فيهم. رجعت للوعي ديالي ودخلتهم للقسم ورجعت للبيت. كنت مسخسخ بالجهد بحال دوزت نعاسي كنخوي شي كاميو ديال الرمله. لبست حوايجي وفاش شفت في المرايه لقيت واحد العلامات في عنقي وجمت في بلاصتي. ولا عرفتي شنو؟ يمكن احسن تعبير هو جمد لي الماء في ركابي. اشنو هاد العجب عاوتاني؟ واش شي مرض هذا؟ ياك ما شي حاجه وقعت لي بسبب هاد الكتاب؟ ولكن انا غير قلبت فيه ما درت والو. الصراحه دارت بيا الدنيا ودوز ديك الحصه وانا غير كندخل ونخرج في الهضره. كانت ضارباني التلفه وما نقدرش نوصفها لكم بمعنى الكلمه. غير كملت الخدمه داك الصباح، علمت التلاميذ باش غدا ما يجيوش. خصني نمشي نشوف شي طبيب ونعرف شنو هادشي اللي فانقي. وانا متاكد كون ماشي الوسواس ديال هاد الكتاب ما كنتش اصلا غادي نمشي عند شي طبيب، حيت ما عنديش معاهم. وجدي كنت كناخد شي بوماده ومريضنا ما عنده باس. خديت الطريق للمدينه وسولت شي دراري صحابي على شي طبيب ديال الجلد يكون مزيان. عطاوني العنوان ديال واحد الدكتور ومشيت لعندو. وصلت وقلت للمساعده ديال الدكتور بلي باغي ندخل ندوز على شي حاجه عندي في عنقي. وجلست كنتسنى توصل النوبه ديالي. القضيه كانت عامره بالجهد. دازت 2 ديال السوايع ونص عاد وصلتني نوبتي. دخلت عند الطبيب وما قلت ليه والو وغير وريتو داكشي وقلت ليه ما عرفش منين جا. بدا كيقلب ويعاود يشوف وكيسول فيا واش عندي شي حساسيه. وحسيت بيه بحال واحد وقلت ليه ياك لاباس. قال لي غير ارتاح، ولكن من صوته حسيت بيه ماشي هو هذاك. قال لي غادي ندير لك واحد الاختبار ديال حساسيه الجلد لبزاف ديال الحاجات ولكن راه غالي شويه. انا بديك الخلعه والوسواس قلت لي غير توكل على الله، باغي غير نعرف اشنو عندي ونرتاح. وبقيت معاه شي ساعه وهو كيجرب. وفي الاخر قال لي على حساب هادشي راه ما عندك حتى شي حاجه وما عرفتش شنو السبب ديال هادشي. انا تماك عرفت راسي دخلت لشي روينه اللي ما غاديش نخرج منها. ولكن شنو درت باش يوقع لي هادشي؟ ما طبقت حتى شي حاجه من داك الكتاب وكنت غير كنقلب. عاود سولني الطبيب وقال لي يا ولدي عاود لي شنو وقع ليك باش خرج ليك هادشي وهكذا نقدر نعاونك اكثر. وقلت ليه الا عاودت ليك راه محال تيقني وغتقول لي هادشي غير خرافات وبلي كنآمن بالخزعبلات. شرحت ليه شنو وقع بالتفصيل والكتاب اللي لقيت، وكنت كنعاود وكنقول في الاخر غادي يضحك عليا ويبدا يعطيني شي تفسيرات علميه، حيت هادشي اللي كنت غادي ندير كون كان شي واحد كيعاود ليا في بلاصتي. هو بقى غير حال فمو ومصدوم. خرج عند السيده اللي برا وقال لها بلي غادي يمشي دابا وعنده شي حاجه اللي مهمه وباش تعلم الناس اللي باقيين كيتسناو يرجعوا غدا. رجع لعندي وقال لي غادي نمشي معاه نجلسو في شي بلاصه ونهضروا. نزلنا وركبت معاه في الطوموبيل ومشينا لواحد الكافي وبدا كيسولني فين لقيت داك الكتاب وكيفاش دبرت فيه وبزاف ديال الاسئله وانا غير كنجاوب حيت حسيت بيه يقدر يعاونني نلقى شي حل. قال لي اسمع شنو غادي نقول لك اولدي. هادشي فايت حضرت ليه ايامات كنت كنقرا في كليه الطب شحال هادي. فهمت باللي كان ساكن مع 2 ديال الدراري صحابو، واحد فيهم جا واحد النهار وجايب معاه واحد الكتاب ومني دخل هو يعاود ليهم عليه وباللي غابر ومن احسن كتب السحر والشعوذه وشي حوايج اللي هما ما تسوقوش ليهم. كانوا عارفين وعزيز عليه الجو ديال الرعب وكيقلب ديما في هاد النوع ديال المواضيع.
المهم الكتاب كان سميتو شمس المعارف الكبرى. انا ما تسوقش ليه حيت مولفين عليه ديما نفس هاد الحاله، وكان بالليل سمعوه كيهضر بوحدو في البيت، ودخلوا عنده لقاو جامع الفراش ديال البيت كامل، وراسم واحد الدواره في الارض ومدور بها الشمع، وهاز داك الكتاب وكيقرا منه شي حاجه. فاش دخلوا شافوا داك المنظر تصدموا، وهز عينيه فيهم ودار بصبعو على فمو، زعما سكتوا وما تهضروش. سدوا الباب وكل واحد مشى لبيتو. ومن ديك الليله خونا ما بقاش عادي وتبدل في مره، ما بقاش كيخرج من الدار، ما كيصلي ما كيدوش، ومختي غير في بيتو شاد داك الكتاب. حسوا بشي مشكل ماشي هو هداك، وعيطوا على والديه وعاودوا ليهم كلشي. جاو هزوه وداوه معاهم، ودازو شي ايامات وقالوا يعيطوا ويسولوا عليه. وتما عرفوا بلي من بعد مده قليله خونا انتحر، وكان كيقول لهم بلي الموت حسن ليه من داكشي اللي غادي يوقع، وهما ما فاهمين والو. من تماك داز داكشي حتى سمعني كنقول سميت الكتاب، وهو يرجع يتفكر كلشي. انا بقيت كنشوف وجيت باش نعرف اشنو عندي ونرتاح. صدقت راجع بمصيبه ثانيه، وحسيت بحال راني وسط شي فيلم مرون، والمخرج خدام كيتكا عليا بمصيبه مورا الاخرى. كنشوف الاحتمال باش ان الطبيب اللي غادي نجي لعندو وتكون عنده معلومات على هاد البلان. صراحه جاتني في شكال. بقينا كنهضروا بزاف ديال الحاجات، وفاش بغينا نتحركوا عطاني الطبيب النمره ديالو ووصاني باش الا احتاجيت لاي حاجه نصوني ليه. صراحه ما بغيتش نمشي للدار حيت الوالده غتجيها في شكل. دغيا رجعت، ومن بعد اخر مره تحركت باش ناخد طاكسي ونرجع للدوار، وخا ما حاملش نقرب لديك البلاصه. غادي في الطريق وانا مرفوع ودماغي ما معاياش وعارف شنو داير بيا، وشويه كنحس بشي واحد ضرب يدو في جيبي اللوراني. جبد ليا البصدام وضربها بواحد الجريه عند صاحبه اللي كان كيتسناه بالموطور، وانا غير واقف وما عرفتش باش تبليت. خونا غير ركب وهو يكسير صاحبه، حتى كيبان ليا الموطور تهز بيهم بزوج بحال شي فيلم هندي. بنادم اللي كان قريب بقى غير حل فمو. واحد السيد جاب ليا بصدامي وعاوني باش نوقف. اللقطه اللي وقعات ما يمكنش تفهمها، ومحال تقدر تفسرها بقوانين الفيزيك. الا كنتي حاضر بالضبط غادي تقول شي واحد هزهم وخبطهم بلا زياده في الهضره. اجي ياك ما كان حلم، ما يمكنش يكون هادشي وقع بصح، حيت بحال هاد البلانات ما يمكنش يكونوا منطقيين. بديت كندعي لربي الا كنت ناعس باش نفيق، وهذه هي اللي كنسميوها المرحله ديال اليأس دكتور. وقفت بحال شي زومبي مدوز الحرب، خديت الطاكسي وبقيت الطريق كامله ساهي، واصلا كانت هذه هي حالتي الوقت كامل. وصلت ونزلت وتمشيت للمدرسه، ما كنهز راسي ما كندور، غادي غير مصدوم. وصلت وحليت الباب وتلاحيت في بلاصتي. ضرباتني الفيقه وكنحس بشي واحد ناعس حدايا، النفس ديالو كيضرب ليا في عنقي. حليت عيني مزيان وما لقيتش راسي في بيتي، قلبي كيضرب بالجهد وما قادرش ندور ونشوف شكون كيتنفس حدايا. وشويه كنحس بداكشي كيقرب مني كتر، والزغب ديال الجسم ديالي كان كامل واقف. ما عقلتش حتى قفزت من بلاصتي ونلقى راسي في بيتي. جلست نيشان في الارض وجمعت رجلي لجهه صدري ودرت راسي بين ركابيه. ما بقيتش عارف راسي واش كنحلم ولا هادشي واقع. شويه كنحس بنفس الاحساس اللي قبل، شي واحد قريب ليا وكيتنفس. هزيت راسي ما كيبان ليا حتى واحد، ولكن كنت حاسس بشي حاجه معايا وقريبه مني. حتى كنسمع واحد الصوت كيقول مالك خايف من جنابك؟ هنا قلبي كان غادي يخرج من بلاصتو، بقيت راجع كنحبو لجهة الباب وحاضي جنابي. هو يعاود ويقول داك الصوت ما تخافش، ما غاديش نأذيك،
وما عمرني غادي نخلي شي حاجة تقرب ليك. انا جمعت شويه ديال الجهد وانا نوض وخرجت وضربتها بجريه واحده. ما فتش 10 متر حتى كنحس براسي كنجري في السما وكندير جهدي كامل، ولكن بحال شي حاجه هزاني من الارض وكنجري غير في الخوا. الصراحه تبلوكيت وجلست في بلاصتي وهو يقول لي داك الصوت: ما تبقاش تزرب، راه غادي تخرج في هاد الليل وانت كتجري غادي يسحبوك غير تسطيتي وغيجيبو اللي يهزك حتى انت. غير ما تخافش، انا ما غاديش نخلي شي واحد يقرب ليك. انا ما تحركش من بلاصتي ولدابا ما قلت حتى شي كلمه. جمعت شويه ديال الجهد وانا نقول: شكون انت اولا انتي؟ وهنا سمعت واحد الضحكه زوينه واللي بقى في ودني لدابا، واخا كنت في قمه الخوف في ديك الساعه، ولكن ما عمرني نقدر ننسى اول مره سمعتها. قالت لي: انا سميتي ناريمان، وبلا ما تسول بزاف حيت صدق واقف لك القلب ديالك. سولتها واش انتي في راسي ولا كيفاش، وعلاش ما كنشوفكش؟ وجاوبتني وقالت لي: كل حاجة فوقيتها وبلا ما تكون زربان. وهي تعاود نفس الضحكه ديالها وقالت لي: ما تخافش وسير رجع لبيتك وبسلام عليك. بقيت في بلاصتي ومصدوم وكنحاول نفهم هادشي اللي وقع وشكون اللي هضر معايا. دماغي بقوة ما باغي يفهم بزاف ديال الحوايج في دقة وحدة كان غادي يوقف. دازت واحد المدة وانا نوضو دزت حوايجي ورجعت للبيت. ما عرفش منين جبت داك الهدوء في ديك اللحظة وقدرت نتعامل مع شنو واقع، وقررت ان هاد الخلعة ونبقى هربان ما غادي نستافد منهم والو، ويقد غير يخلي بنادم يحساب ليه بلي راني مسطي بصح وصدقوا لي حني حياتي كامله في شي سبيطار. خصني نترزن ونخدم شويه دماغي، هادشي ضروري يكون عنده شي حل وخصني غير نفهم شنو واقع. جبت الكتاب وبديت كنقلب فيه وبغيت غير نفهم شنو درت. دوزت شحال من ساعه وانا كنقلب بين الصفحات ولكن ما فهمت والو، وفكرت بلي خصني نشوف شي واحد فاهم في هاد الدومين مزيان واللي يقدر يعاونني باش نفهم شنو واقع وكيفاش نفك المصيبه ديالي. المشكل هو انني ما كنعرف حتى واحد، غير طاح في بالي شخص واحد واللي يمكن يقدر يعاونني وقريب ليا في نفس الوقت، وهو الفقيه ديال دوار المهابيل. قررت باش نمشي لعندو ونعاود ليه كلشي وعلى الله يعاونني بشي حاجه، وإلا ما كانش عارف فغادي يوريني غير شي واحد اللي ينفعني. بقيت جالس في بلاصتي كندوز من صفحه لصفحه وكنتسنى يطلع الصباح، وغير طلعت الشمس هزيت داك الكتاب وانا نمشي لعندو. دقيت عليه وخرج لعندي. ما كنتش هدرت معاه من قبل ولكن صدق كيعرفني، حاجه عاديه، الاخبار دغيا كدور وخصوصا هنا في هاد الدوار اللي راه صغير. سلمت عليه وقلت ليه بغيت نتشاور معاك الا كان ممكن. قال لي مرحبا ودخلني للدار، وغير جلست وهو يسولني على داكشي اللي في عنقي ياك ما وقعت لي شي حاجه. قلت ليه لا، راه هادشي اللي جيت لعندك. خشيت يدي في الكرطابيل وغير جبت الكتاب. الفقيه اللون ديال وجهه تبدل وبدا كيقرا شي حاجه بينو وبين راسو، والخلعه بانت لي عليه ديال بصح. قال لي ياك ما درتي بيه شي حاجه. جاوبتو قلت ليه هادشي علاش جيت لعندك ومحتاجك تعاوني، وعاودت ليه البلان من طقطق حتى السلام عليكم كيف ما كنقولوا. بقى الفقيه ساكت شحال ما عرفش واش كيفكر ولا كيحاول يستوعب هادشي اللي قلت ليه. دازت تقريبا شي 2 دقايق وانا غير كنتسناه يجاوبني، وفاش هدر قال لي صافي سير ترتاح ليك شويه وانا عشيه ندوز عندك ونقول لك اشنو كاين. وما عطانيش الراس ديال الخيط، ولكن حتى انا ما بغيتش نحكر عليه بزاف. رجعت للبيت ديالي وغير دخلت من الباب وانا نسمع نفس الصوت ديال البنت ناريمان اللي كانت كتهضر معايا البارح، وكانت كتقول:
هاها، على السلامة. علاش مشيتي عند داك الفقيه؟ واش كتسحاب بلي غادي يقدر يعاونك؟ انا قلبي كان كيضرب بالجهد، ولكن بحال بديت كنزعم شويه، حيت كون بغات تاديني كانت غادي ديرها البارح. جاوبتها وقلت ليها علاه، اشنو واقع؟ انا درت الغلط وهادشي ما كنتش قاصدو، وما كنتش قاصد ندخل راسي في هادشي، وكيف ما وحلت في هادشي غادي نخرج منه، غير بعدي مني وما يكون غير الخير. وبقات كتضحك عليا شحال وقالت لي راك باقي ما فهمتيش فاش دخلتي راسك. قلت ليها شرحي ليا، اما الالغاز والهضره بالعبار ما عنديش معها وما عندهاش باش تنفعني. قاطعتني وهي تكمل. الوقت اللي بقيتي غير كتقرا من الكتاب وكتحاول ترسم دوك الرموز باش تفهمهم، حليتي واحد الباب بين العالم ديالكم وديالنا، وكل واحد من الجان اللي استدعيتي كيتسناك تامر ويدير المهمه اللي جبتيها على ودها، وانا واحده منهم. انا المهمه ديالي هي نحميك من اي ضرر يقدر يوقع لك، وداكشي علاش مثلا فاش بغا داك الراجل اللي شفر لك البزطام انا اللي قلبت بهم الموتور. المشكل الكبير السي المامون هو انني نقدر نحميك غير من الانس واي حاجه من العالم ديالكم وصافي، ولكن ما نقدرش نتدخل في حالة كانت شي حاجه من عالم تاني تبغي تأذيك، مثلا عالمنا، عالم الجن. انا تماك عرفت المعنى ديال كيجمد لك الماء في الركابي، ونقدر نقول لك بلي رجلي ما بقاوش قادرين يهزوني وفشلوا لي الركابي يا دكتور. من بعد شي 10 ديال الدقائق ديال السكوات، 10 ديال الدقائق، جمعت شويه ديال الجهد وجاوبتها. اش من جن اللي باغي يأذيني؟ على كاين شي وحدين من غيرك ومن غير الجن اللي قلتي لي كيتسناني نطلب منه شنو بغيت؟ هنا هي تكمل وقالت فاش حليتي الباب عطيتي فرصه لواحد النوع من الجن معروف بالحقد ديالو على الانس، واللي سيدونا سليمان كان نفاهم من العالم ديالكم، ولكن انت بقلة العلم ديالك خربقتي كلشي، حيت كنتي كتقرا بلا ما تفهم او لا تعلم داكشي اللي كتقرا، وخليتي الفرصه ليهم يرجعوا للعالم ديالكم. كيقدروا يأذيو اي واحد قدامهم، وخصوصا اللي قدر انه يحاول يرجعهم للعالم ديالنا ويتحبسوا مره اخرى، وغالبا يقدروا يبداو بك انت والناس اللي عندهم نسخ من هذا الكتاب، حيث هو اللي فيه الطريقه الوحيده باش يمكن انك تحبسهم مره اخرى. بقات ناريمان كتهضر وانا صافي بحال ترفعت، ما بقيت كنسمع والو، ودماغي وقف، وبقيت غير كنفكر في هادشي اللي وحلت فيه راسي. كنت واخد هادشي غير بمبدأ الفضول، وبغيت نجرب شي حاجه اللي غريبه عليا، حتى صدق داير واحد المصيبه قد راسي. في واحد اللقطه قال لي دماغي بلي خصني نحل هاد المشكل، وبما ان الحل كاين في الكتاب فنقدر نطبقه وكل شيء غادي يرجع كيف ما كان. ولكن في نفس الوقت كنت كنحس بخوف كبير، وبلي داخل على شي حاجه اللي ما كنعرف فيها والو. في واحد اللقطه قال لي دماغي بلي خصني نحل هاد المشكل، واش بصح تقدر توقع ليا شي حاجه والناس اللي عندها الكتاب. مروان تلفت ودماغي كان غادي ينفجر بقوه التفكير. ما بقيتش قادر نصبر على هادشي بوحدي، وخصني شي واحد يكون معايا في هاد اللحظه، والوحيد اللي نقدر نعول عليه في بحال هاد المواقف هو صاحبي مروان. الحقيقه ما فايتش دزنا من شي حاجه بحال هادي، ولكن غالبا ما غاديش يقدر يشوفني واحد في شي حاجه وغادي يبقى يتفرج. طلعت للجبل باش يشد لي شويه الريزو وصونيت ليه. ما شرحت ليه بزاف، ولكن طلبت منه يجي حيت كنت محتاجه، ومن بعد غادي يفهم كل شيء بالتفصيل، ووعدني انه غادي يجي عندي في اقرب وقت. مشيت للطريق وبقيت جالس كنتسناه، وما عرفتش كيفاش داز الوقت. كنت غير مرفوع حتى لقيته قدامي. كيفاش داز هاد الوقت كامل ما نقدرش نعطيك شي شرح دكتور.
شافني مروان وعرف باللي شي مشكل كبير واقع ليا، حيت كان وجهي كيشرح الحالة اللي أنا فيها. جلس حدايا وبديت كنعاود لي من النهار اللي حطيت فيه رجلي هنايا حتى لهاد اللحظة فاش كنا بزوج. حسيت بيه بحال ما تاقش بيا، وأنا كنت عارف هادشي غادي يجي في شكل، حيت هو أصلا كان ديما ما كيآمنش باللي كاين شي تواصل بين الإنس والجن، والقصص اللي كنبقاو نسمعو من عند بنادم غير كذوب وخرافات. ولكن بقى كيسولني بزاف ديال الأسئلة، بحال إلا بغا يحصني زعما كيدير معايا ديك نسل الكذاب وعاود سولو. كانت عندي قصة وحدة وهي اللي عاودت ليه، وعرفت واخا نعيا نعاود فيها ونشرح ليه ما غاديش يتيق. وجات في بالي واحد الفكرة وقلت نجربها وانا نقول له: ناريمان، تقدري ديري شي إشارة باش يتيق هاد خونا؟ جاوبتني وقالت لي: واش متأكد؟ بطبيعة الحال. مروان ما كانش قادر يسمعنا حيت صوت ناريمان كنسمعو غير بوحدي. قلت ليها: بغيتك تصرفقيه ولكن بلا ما تقصحيه. مروان كان كيسمع هاد الحوار اللي من المنظور ديالو بحال كنهضر مع راسي، والملامح ديالو تخلطات، ما عرفتش واش غير كنضحك معاه اولا لا، حتى كتجي واحد التصرفيقه للوجه. فوق ما كنتفكر ديك اللحظه كنموت بالضحك، وداكشي اللي درت في ديك اللحظه واخا الهم اللي كنت هاس. مروان ما عرف باش تبلى، قفز من بلاصتو وبدا كيرجع اللور وكيغوت. داكشي جا على غفله وما دار بحسابو. وتفكرت راسي فاش اول مره حتى انا سمعت الصوت ديالها والخلعه باش حسيت. قربت ليه هو خايف مني وقلت ليه: واش تقتي دابا؟ ما قدرش يجاوبني. عاونته باش يوقف ورجعنا جلسنا وبقينا غير ساكتين. داس واحد 10 ديال الدقائق تقريبا وهو يقول لي: المامون مشيتي فيها يا خويا. انا وقفت من بلاصتي وشفت مروان وقلت ليه: كاينه غير موت وحده، انا غادي نطلب منك حاجه وحده، انا محتاجك تعاوني، ولكن الا كنتي خايف ولا شاك غير سير اخويا والله يسهل عليك. صراحه وجهه تبدل، وقف وعنقني وقال لي: انا معاك حتى الموت وفاش ما خرجت صاحبي. سعدات كان عندك صحاب بحال هذا؟ جاوبته وقلت ليها: ما عرفتيش شنو دوزنا من قبل. تحركنا باش نمشيو للبيت ونتسناو الفقيه يجي عندي ويقول لي شنو ندير. وفاش وصلنا قال لي: مروان، فين هو بعد هاد الكتاب؟ كان باغي يقلب واش فيه شي حاجه اللي تنفعنا. هضرت معايا ناريمان ووصلتني باش نقول ليه يقرا كلشي بالسر، حيت كاين خطر يمشي يقرا شي حاجه بالجهر ويدير شي مصيبه كحله. وعلمته بهادشي وخليته كيدير الابحاث ديالو، واخا عارفو ما غادي يوصل لحتى شي نتيجه. انا خديت الكرسي وبقيت غير جالس قدام البيت وغمضت عيني وبقيت كنفكر في هادشي. وشويه وانا نتفكر واحد الهضره كانت قالتها لي ناريمان، اللي عيطت على شي جنون وكيتسناو ينفذوا لي الطلبات ديالي. وانا نسولها: ناريمان، كيفاش البلان ديال دوك الجيل اللي عيطت عليهم، وكيفاش نقدر نطلب منهم، واشنو نقدر نطلب منهم، واش في اي وقت بغيت ولا شنو؟ بقات كتضحك وهي تقول لي: وعلاش هاد السؤال؟ صافي زعمتي وما بقيتيش خايف ياك وباغي غير تفك؟ لا، انا بغيت غير نفهم شنو واقع وصافي. دابا شرحي لي بلا تفليه. وهنا وهي تبدا كتشرح: غالبية الجيل اللي عيطت عليهم كيجيو من العالم ديالنا، ولا هو الطلب واحد كيبقاو يتسناو حتى ينفذوه. ما كتعنيش بلي غادي يهضروا معاك او لا تحس بهم راهم كاينين، ولكن بطبيعة الحال خاصك تعطيهم شي حاجة في المقابل. المهم داكشي بحال المقايضة، اعطيني نعطيك، وانت في المجموع عيطت ل10 منهم وتقدر تطلب منهم اللي بغيتي او لا تصرفهم. ورجع للكتاب وتفكر اشنو قريتي، وغادي تعرف كل واحد فيهم اشنو قادر يدير. المهم دخلت البيت وبقيت كنقلب انا ومروان في داكشي بالسوايع، وكنحاول نتفكر اشنو قريت، واش من مصيبه نقدر نكون درت. شويه كنسمع الدقان في الباب،
مشيت حليت وكنلقاه واحد الدري من الدوار. قال لي الفقيه راه بغاك دوز عنده للجامع مورا الصلاه ديال العشاء، وقال لك جيب معاك داكشي. صراحه فهمت الميساج ديال الفقيه وباللي باغيني نجي ونجيب معايا الكتاب. حبسنا البحث اللي كنا خدامين فيه ومشينا كناكلو شي حاجه قبل ما يوصل الوقت. وغير وصل وقت العشاء مشيت دخلت للجامع انا ومروان، صلينا معهم وبقينا جالسين. وخوة الجامع من الناس ديال الدوار، وهو يجي حدانا الفقيه وقال لي بلي هضر مع شي صاحبو كان معاه فاش كانوا كيتعلموا الدين وهادشي، وشرح لي بلي داك السيد راه شاد طريق ما مزياناش ولا هي طريق الكفر بالله، حياتو كامله ولا دايره غير على السحر والشهوات وتسخير الجن. وبلي الفقيه ما كانش ناوي يهضر معاه مازال، ولكن بقيت فيه، وهذا الفقيه هو الوحيد اللي قدر يعاوني في هادشي اللي انا فيه. عطاني العنوان والنات اللي غادي نمشي ليه والسميه ديال الفقيه، وقال لي غير توصل قول لي انا من عند الفقيه ديال دوار المهابيل، وراه عندي الكتاب اللي عاودت لك عليه. اتفقت مع مروان باللي غدا في الصباح بكري غادي نتحركوا، ولكن قبل كان خاصني نقاد اموري هنا قبل ما نتحرك. دزت عند المقدم ديال الدوار حدو باش نعلمو باللي ما غاديش نكون هاد الايامات، ويعلم التلاميذ، وقاديت الامور ديالي كامله تما، ومشيت نشوف هادشي فين غادي يخرج. ما كانش القضيه بعيده بزاف، والسيد اللي غادي نمشيو عنده كان في شمهاروش، البلاصه اللي كتجمع اخطر المشعوذين في المغرب، واللي كاينه في الطريق بين إمليلو وجبل تبقال. في الطريق كان عادي انك تتلاقى مع بزاف ديال العيالات طالعين فوق البغال اولا على رجليهم، والمنطقه كانت معروفه بزاف بالناس اللي كيقصدوها. شدينا الطريق ووصلنا لإمليل وطلعنا على رجلينا، وما كانش عندنا التقل باش ناخدو شي وسيله اللي توصلنا. وصلنا لشمهاروش وانا نسول على الفقيه عيسى ووراوني بلاصتو. دخلت لواحد الدار وانا نلقى بزاف ديال العيالات كيتسناو، وما فهمتش امتى وصلوا وحنا جايين بكري. واول سؤال كيجي في بالك اشنو جايب هاد الناس كاملين هنايا، والغالبيه ديالهم دايرين التام على وجههم باش ما يتعرفوش، وكل وحده كتعاود لشي وحده حداها القصه ديالها. انا غير شافوني كلشي سكت، واللي ما كانتش دايره التامها لبساتو. الصراحه كان الموقف بحال شي جوج رجال دخلوا للصالون ديال العيالات، غالبا كان عندهم نفس السؤال اللي في بالنا، اشنو كيديروا هادو هنا. جات عندي واحد السيده واللي فهمت من الاول انها خدامه مع الفقيه، وقالت لي مرحبا باش نقدر نعاونكم. قلت لها شكون اللي مصيفطني وباللي بغيت نشوف الفقيه عيسى. مشات دخلات عند الفقيه وهي ترجع وقالت لينا نجلسو ونتسناو الفقيه يسالي هادشي اللي عنده، ومن بعد غادي ندخلو عنده. سدات الباب ديال الدار باش حتى واحد تاني ما يدخل، ونبقاو حنا الاخرين. وفاش كنت جالس تماك سمعت شي حوايج ما عمرني تصولت بلي بنادم يقدر يديرهم. عيالات قاطعين يديهم من يد الله، وكل وحده فيهم وعلى جايه، وغير المصيبه على اختها. بقينا جالسين حتى ملينا، وكانت مره كتجي ديك السيده تسولنا واش محتاجين شي حاجه. اخوات الدنيا، وبقينا غير كنتسناو واحد السيده تخرج من عندك الفقيه، وغير خرجات نضنا باش ندخلو. ومع حليت الباب ديال البيت اللي فيه الفقيه هز في عيني وتقول بحال شاف شي جن، تبدل كامل وانا تخلات في بلاصتو. اما مروان ما فهم والو. قلت لي انا من طرف الفقيه ديال المهابيل، وراه عندي الكتاب اللي هضر معاك عليه. قال لي انا ما محتاجك تقول لي والو، منين حطيتي رجلك عندي هنا حسيت بواحد الضيق في صدري اللي ما عمرني حسيت بيه. وباش نشرح لك كتر، دايره بك واحد الطاقه ديال الحقد والعنف والخوف، وهادشي كله بسبب الجن اللي كلهم راهم معاك وكتسناوك تامرهم بشنو بغيتي، وبطبيعه الحال انت ما كتشوفهمش وما كتحس بيهم. عطاني نشرب واحد الماء فيه المذاق ديال الحلبه، وقال لي نعاود ليه كلشي من اول لحظه حتى دخلت لعندو. وبديت كنعاود وهو كيسول
كملت ليه القصة وهو يقول لنا نظن ناكلو شي حاجة وديك الساعة نقول لكم اشنو كاين، وغادي يكون واحد الخبر، ولكن خاصكم تكونوا رجال. مشينا معاه وتغدينا، وغير سالينا قال لي شوف غادي نجيك من الاخر وغنقول لك جوج ديال الكلمات، الا ما متيش فرك غادي تكوني تولدتي من جديد. نكذب عليك الدكتور الا قلت لك خفت في ديك الساعه ولا شي حاجه، يمكن اقتنعت بالحقيقه ديالي وغادي نحاول نقاد شي حوايج الا قدرت وصافي. سولت الفقيه وقلت ليه اشنو نقدر ندير دابا، ما بغيتش شي واحد يتآدى بسبابي. قال لي اسمعني مزيان ولدي، انا غادي نعاونك وندير جهدي معاك، ولكن دابا نتفقوا الا سالا هادشي بسلام غادي ناخد الكتاب. جاوبتو قلت لي ما عندي حتى شي مشكل، غير فكني من هادشي وخوضو، حرقو ولا قطعو ولا بيعو، دير به اللي بان لك. هنا بدا الفقيه كيشرح، وفهمت بلي كاينين 5 ديال النسخ حقيقيين من هاد الكتاب في العالم كامل، وما تبقى غير نسخ مزورة. الكتوبة الحقيقيين ماشي كاملة 100%، وكتكمل بعضها، وكاينة واحد التعويذة اللي كتخليك تتحكم في عالم الجن كامل، تحبس اللي بغيتي، تطلب اللي بغيتي، المهم اي حاجة. ولكن اللي كتب النسخ ال5 الأصلية فرق هاد التعويذة بين الكتب 5. هادشي علاش صعيب انك تحقق هادشي، وما عمر شي واحد قدر يديرها. دابا خلاصة شنو فهمت هو ان الحل الوحيد اللي عندي هو نجمع الكتب كاملة، نديرو ديك التعويذة ويرجع كلشي كيف ما كان، ونعاود نحبس الجن اللي كان باغي يأذيني او اللي يأذي الناس اللي عندهم الكتاب. فسمعت هادشي بانت لي حاجة اللي مستحيلة، وضروري ما يكونوا الناس حاولوا انهم يجمعوا هاد الكتب، ولا حساب هادشي فحتى واحد ما قدر يدير هادشي بمرة. المهم زدت فهمت بلي منين عرفت الطريقة فحياتي ولات في خطر، ونقدر نتآدى في اي لحظة من عند شي واحد من الجن، وحتى الناس اللي عندهم النسخ ديال الكتاب الأصلية فولاو من هاد اللحظة في خطر، واي واحد نبغي نتواصل معاه يقدر توقع لي شي حاجة. الطريقة الوحيدة اللي كانت باش نتهناو منهم مؤقتا هي أنا نطلبوا العون من واحد النوع من الجن سميتو الجن الحارس، والمهمة ديالو كانت أنه يحمينا لمدة أسبوع بالحساب، من بعد ما غادي تبقى حتى شي حاجة قادرة تعاوني. وهادشي كامل كان كيبان مزيان، حتى قال الفقيه ديك ولكن، وعرفت المصيبة جاية. قال لي باش نحقو هادشي خاصك دير واحد الطلب اللي ما نعرف واش تقدر عليه. كان خصني نقلب على شي واحد ميت واليوم ونقطع ليه يدي وندوزها فوق الكسكاس، ناكل منه 3 ديال المعالق كبار ونشرب من بعد واحد الحاجة، واللي ما بغاش يقول لي شنو هي وما عرفتهاش حتى من بعد. جاوبته بعصبية وقلت ليه واش كتهضر من نيتك، كيفاش بغيتيني نجيب هاد الميت ونقطع ليه يدي ومن الفوق كتقول لي ناكل هادشي، واش كتضحك عليا السي عيسى ولا شنو؟ قال لي شوف ولدي، هادشي ماشي انا اللي كنطلبو منك، ولكن الجن كيبغيك ديما دير شي حاجة اللي تقطع بها الحبل بينك وبين الله، وانا غير مرسول وباغي نعاونك، وقلت لك من الاول هادشي ماشي سهل. رديت عليه وقلت ليه مثلا نقولوا بغيت ندير انا هادشي، فين غادي نلقى هاد الميت واش نصنعو ولا شنو؟ قال لي كلشي سهل عند الفقيه عيسى، قال لي كلشي موجود، واليوم مات واحد السيد من الطوار وهو اللي كيغسل الناس قبل ما يدفنهم، غادي نمشيو معاه ونقطعوا ليه يدو ونجمعوا داكشي عادي، عين ما شافت وقلب ما وجع. انا وافقت وانا ما حاملش راسي، ولكن كنقول السيد ديجا مات وانا ماشي نيتي نادي شي واحد من الاول، غادي نجيك نيش انا دكتور، كان خاصني نقنع راسي والسلام. صاحبي مروان شاف فيا وقال لي والمامون واش عارف شنو كدير ولا لا؟ انا ما جاوبتوش، وقال لي الفقيه الا واجد نوض دابا وما كاينش الوقت اللي غادي تضيع اكثر. مشيت معاه
وما غاديش نقدر نعاود اشنو وقع، حيت ما حاملش راسي في ديك اللحظة وباقي كنشوف داكشي قدام عيني. يتبع. سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، العزيز رسول الله، لا اله الا الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، العزيز رسول الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، العزيز رسول الله، سماوي لا اله الا الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، العزيز رسول الله. راني سايح اسيدي، راني سايح، راني سايح اسيدي، راني سايح من ولي الولي اسيدي، من ولي الولي، راني سايح اسيدي، راني مملوك، لا اله الا الله، العزيز رسول الله، سماوي لا اله الا الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، سماوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، العزيز رسول الله، راني اسيدي، راني وسبحان الله سماوي، وسبحان الله عدد علم الله سماوي، عدد علم الله عدد حب الله سماوي، عدد خلق الله وتصفر الله سماوي، لا اله الا الله، يا عساق النبي سماوي، يا عساق النبي، لا اله الا الله، العزيز رسول الله، سماوي لا
الشيا راني مجدوب اسيدي راني مضيوب لا اله الا الله سماوي ودوي حالي